عمرك اتضايقت من موقف بسيط بس كان رد فعلك أعلى بكتير من اللي حصل؟ عمرك حسيت إنك طول الوقت بتغضب وبتتعصب ومش عارف تتحكم في رد فعلك؟ تحس إن مش أنت اللي بتتكلم، مش أنت اللي بترد، مش أنت اللي بتنفعل؟ ممكن جدا تكون مش أنت، ولكن الطفل اللي جواك هو اللي بيرد، هو اللي بيتعصب وهو اللي بيغضب. تعالوا نبدأ نفك الشفرة ونبدأ نشوف الداخل بتاعنا. ايه اللي بيخلي حياتي متلخبطة؟ ايه اللي بيخلي عندي تعلق تجنبي او تعلق قلق؟ ايه اللي بيخليني طول الوقت عندي خوف وعندي قلق؟ ايه اللي بيخليني طول الوقت مش عارف اعمل حدود؟ ايه اللي بيخليني طول الوقت يا اما الناس بتسيبني وبترفضني، يا اما انا اللي بسيب الناس وبرفض الدخول في اي علاقة؟ تعالوا النهاردة نكشف حاجة اسمها جروح الطفولة، ونبدأ نشوف هو أنا فعلا ممكن يكون عندي جرح من جروح الطفولة وأنا مش واخد بالي؟ ولو أنا فعلا عندي جرح من جروح الطفولة إزاي أشتغل عليه؟ كملوا معايا الفيديو. أهلا بيكم، معاكم دينا خلاف، لايف كوتش وأخصائي إرشاد ودعم نفسي، ممارس لبرمجة الهوية العصبية. النهاردة هنتكلم ونعرف إيه هو جرح الطفولة، وهل جرح الطفولة ده معناه إن الأهل اللي ربوني كانوا وحشين؟ هم قاصدين إن هم يجرحوني أو يألموني؟ والإجابة هنا هقول لك لا. هنا مش شرط ان اهلي كانوا وحشين او كانوا قاصدين ان هم يعملوا لي جرح طفولة او ان هم يجرحوني، ولكن معناه ان انا عندي احتياج داخلي كنت محتاج ليه، بس للأسف ما تلباش عندي او اتكسر. زي احتياج للتقدير، للحب، للأمان، للاهتمام، للحب الغير مشروط. احتياجات كتير بتكون احتياجات أساسية، ولكن للأسف أنا ما اتشفتش، أنا ما تقدرتش، أنا ما حصلش اهتمام بيا، أنا اتحبيت حب لازم تعمل كذا عشان أحبك، حب مشروط. أنا طول الوقت كان في مقارنات بيني وبين فلان، أنا طول الوقت كنت بترفض، أنا طول الوقت كنت بتهجر، أنا طول الوقت كنت بتهان. فهنا رب عندي جروح الطفولة. هتلاقي عندك الناس اللي عندها سيطرة، بتسعى للكمال، ما بتثقش في أي حد، ممكن كمان ما بتثقش في نفسها، دي تعرضت لجرح خيانة. هتلاقي كمان الناس اللي طول الوقت بتترفض من الناس اللي حواليها، بترفض نفسها ومش قابلة نفسها وعندها جلد عزات طول الوقت، عندها جرح الرفض. هتلاقي كمان الناس اللي بالنسبة لها نفسها عار وجسمها كمان عار وان رغباتها كمان عار، الناس دي تعرضت لجرح الإهانة. انا ممكن يكون حصل لي تنمر، حصل لي تحرش، فبالتالي انا حسيت ان كلي على بعض كده عار، في اهانه حصلت للجسد، في اهانه حصلت للطفل الداخلي اللي عندك، فبدا يخفي حاجه ويعمل سور حمايه، فبدا يبقى عنده رد فعل اكبر من الموقف بكتير. ده بيقول ان الطفل هنا بيحمي نفسه، لان الطفل اللي عندك اتوجع وما اتشافاش وما اتشافش وما اتحررش، وبيحمي نفسه دايما لانه عارف ان هو هيتأذي، فقبل ما تأذيني انا هأذيك، يا اما هستخبى كده جوايا وهرفض ان انا اتعامل معاك. وده بيقول ان انا عندي جرح من جروح الطفولة. الناس اللي عندها خوف مستمر ان الناس تسيبها، ممكن ادخل في علاقة بس عندي طول الوقت قلق وخوف، فلان هيسيبني، فلان اكيد مش هيكمل معايا، انا هنا حصل لي جرح هجر. ولو انا بحس ان انا مش مرغوب فيا، مش مقبول من المجتمع اللي انا فيه، مديري بيرفضني وزمايلي بيرفضوني واهلي بيرفضوني، فبسعى قوي ان انا اقول حاضر ونعم وادوس على نفسي عشان يقبلوني. انا هنا اترفضت كتير وانا صغير. في جروح موجودة جوانا، في طفل جوه عمال يصرخ طول الوقت يقول انا ما اتشفتش، انا ما اتحبتش، انا ما اتقبلتش، انا اتهجرت، انا اتحصل لي اهانة، انا حصل لي خيانة، ولكن انا مش عارف اسمعه. في صوت عالي جوايا وانا مش سامعه، لان انا مش مركز جوه، انا مركز بره. تعال اقول لك ان انت محتاج تدخل جواك وتبدأ تسمع طفلك الداخلي. ايه اللي بيوجعه؟ ايه اللي هانه؟ ايه اللي حصل له؟ ليه لما بيدخل في علاقة بيتساب دايما، او لما يدخل في علاقة بيسيب دايما؟ ليه عنده تعلق تجنبي او تعلق قلق؟ ليه ما عنديش التعلق الامن؟ لان انا عندي احتياجات اتكسرت جوايا، ما تلبتش جوايا. محتاج ادخل جوايا، محتاج اكشف الجروح اللي بتقلبني جوايا، اللي مبوظة جوه وبره. محتاج اكشف انا عندي ايه من جروح الطفولة. فهتسأل نفسك، هل انا من النوع اللي بحس ان انا خايف طول الوقت ان الناس تسيبني؟ لو الاجابة نعم، انا عندي جرح الرفض.
هل انا طول الوقت بحس ان انا عار ونفسي عار وجسدي عار؟ انا هنا عندي جرح اهانه. هل انا طول الوقت بسيب اي حد يدخل معايا في علاقه بخاف ان هو يسيبني فعشان كده انا بسيبه الاول؟ فانا عندي هنا هجر، جرح الهجر. هل انا طول الوقت ما عنديش ثقه في نفسي، ما عنديش ثقه في الناس اللي حواليا، حاسه ان ده هيخوني وحاسه ان ده خاين وحاسه ان ده كذا، وعندي شك دايما، الشك المستمر ده، وعندي حب سيطره وتملك طول الوقت؟ انا هنا عندي جرح خيانه. الجروح دي بتقول ان انا موجوع وعندي نزيف داخلي. اكتب لو الاجابه بنعم وشوف عندك كام نعم، وابدا طلع الجروح اللي عندك، سواء جرح رفض او خيانه او هجر او ظلم. ايه الجرح اللي انا محتاج اتشافى منه؟ بعد ما طلعت جرح الطفوله اللي عندي هبدا اسال نفسي ايه النمط اللي طول الوقت بيتكرر في حياتي، او الشخص اللي طول الوقت بيدخل في حياتي، او المواقف اللي بتتكرر في حياتي، لان ده فك الشفره، ده اللي هيقول انا عندي جرح، اني جرح من الجروح دي. رقم 2، اول مره حسيت الشعور ده، الخوف ان شخص يسيبني، ان انا طول الوقت قلقان فانا بسيب فلان، ان انا طول الوقت حاسس بعار وحاسس باهانه بيني وبين نفسي، ان انا عندي جلد على ذاتي، ان انا طول الوقت عندي سيطره وعندي عصبيه وعندي سعي للكمال. ابدا شوف الحاجه دي حسيت بيها اول مره امتى، مين وصل لك الاحساس ده؟ اول شخص ان ده جاي منه جرح الطفوله، اول شخص وصل لي الاهانه دي او الهجر او الرفض او ايا كان الجرح اللي عندي. هنا انا ببدا افك شفره، ببدا اشوف الاحتياج اللي عندي اللي اصلا ما اتلباش من وانا صغير. اكتب الاسئله دي وابدا جاوب عليها مع نفسك بهدوء، وابدا شوف كل موقف حسيت بيه اهانه او رفض او هجر، اكتبه واحرقه، انت بتتحرر منه. محتاج بقى ادخل على الطفل الداخلي، ولازم ان انا اطمنه واطبطب عليه واقول له ان انا شايفك، ان انا سامعك، ان انا معاك ومش هسيبك. الطفل الداخلي محتاج ان انت تشوفه وتسمعه. مش قادر تعمل ده لوحدك، انت محتاج رفيق معاك في الرحلة، كشاف كده ينور معاك الطفل الداخلي اللي عندك واحتياجاته، ويبدأ يطلعك ويوصلك لبر الأمان، أوصل إن أنا أتشافى وأتحرر من أي حاجة بتأذيني. من هنا بقول لك ما ينفعش إن أنت تستنى، ولازم تطلب مساعدة. هسيب لك رقم الواتساب لو حابب تحجز استشارة أو تحجز جلسات التشافي والتحرر وتسأل عنها. رقم الواتساب لو أنت حسيت إن أنت فعلا محتاج إن أنت تخرج من الدايرة اللي أنت فيها. أتمنى تكونوا استفدتوا، أتمنى إن فعلا موضوعنا يكون فرق معاكم. أنت مش ضعيف، أنت متألم. اكتشف ألمك، تحرر، تشافى، اخرج من الدايرة اللي انت فيها. أشكركم جدا، كان معاكم دينا خلاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.